السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحة رمضانكم وصحة فطوركم وصحة سحوركم وقت ما لقاكم الفيديو هذا. اليوم حبيت نجي ندير معكم قلب اللوز. يعني قلب اللوز يعني مواد موجودة في كل بيت. ممكن يكون هذا سميد الحرش، كاين اللي ما يكون ما عندوش، وانا نقصد هنايا سميد الحرش ماشي داك تاع المقروط، وهما يجوا فيه يعني الحبات تاعو يكونوا خشان بزاف، يشبهوا حتى التشيچا، هذا كيما حنا نقولوا التشيچا، يعني كيما طعام هكذاك تلقاه حرش. كنت حطيت 600 غرام تاع سميد، درت مغرفه صغيره ملح، يعني يحب الملح كيما المقروط كيما هادو تاع السميد كاع يحبوا الملح. وضفت معاه السكر، يعني المقادير اللي كتبتهم لكم في الفيديو. كنت جبت 200 غرام مليلتر ولا غرام تاع الماء، يعني عبرته بالكاس. درت النصف تاع الكاس، كنت نفرغ بشويه كيما نبسو المقروط. انا درت بالبيترا باش يسهل عليا فقط، يعني خلينا نقعد نحك بيديا. كنت نخدم في شغلي وخليت البيترا تخدم في شغلها تاني. كنت نفرغ غير بشويه ونحرك. كنت مره على مره نعاونها بسباتشويل هكذايا، نحبط لها. شوفوا كيفاش ولا شغل مرمل كيما المقروط. يعني هنا مازال ما وصلناش للنتيجه اللي نحوسوا عليها. كنت هنا خليته ساعه. رحت جبت الكسرونه تاعي باش ندير الشربات. هي شربات من احسن نكونوا نديروها عفوا ليله من قبل. هنا كنت وزنت 400 غرام سكر، وباش تواسلي بالخف درت في البولواغ تاعي الماء يسخن، يعني درجة الغليان، باش نفرغوا على داك السكر ويساعدني، يعني نقولوا باش يذوب بالخف. هنا وليت السميد تاعي الخليط تاعي، باسكو هنا فيه ولا سكر ولا اخر. شوفوا كيفاش ولا شغل تكرمل هنا كيما نقولوا حنايا، شغل ولا يبريي. هذاك السكر بدا يذوب. هنا مازال ما لحقناش للنتيجه اللي نحوسوا عليها. كنت نخلط يعني باش نجبد من تحت للفوق فوالا. ورحت جبت الماء تاعي هذاك اللي بقالي من نصف كاس، وكنت نفرغ بشويه ونخليتها هي تخدم بيتها. هنا كي وزنت السكر تاعي فوالا، كنت نسكن في الميزان هنا. درت الميزان على رقم الصفر وفرغت الماء اللي هو 700 غرام تاع الماء، وحركته مليح. المزهر نقول لكم ما نديروش دركا حتى كي نطفيه باش تقعد لي الريحه تاعو. ديتو فوق النار، شتو كي داب بالخف، كي ديري الماء يغلي ما في العسيله هكايا يساعدك بزاف. في عود ما تقعدي غير تحركي يذوب بالخف، وتخليه 10 دقائق مور ما يغلي 10 دقائق. وكي نطفيه ندير المزهر. هنا وليت للخليط تاعي. شوفوا هنا كيفاش ولا شغل عجينه، يعني كتله هكذا شغل بالو. هنا كنت لحقت النتيجه اللي نحوس عليها. هبطته كامل. جبت السنيوه تاعي، هي الطول تاعها والعرض تاعها 29 تقريبا هكذاك 29 على 22 فوالا. كنت دهنتها بالسمن، ذوبت فيها شويه سمن دهنتها، وفرغت الخليط تاعي كيما راكم تشوفوا. سقمته فرغته كامل هكذا، كنت نسقم بشويه. هنا تقدري تقسميه وديري فيه تحشيه، يعني نقول الحشو. انا ما درتش فيه الحشو. ديري لوز، جوز، كاوكاو، انت واش تحبي. يعني انت تقدري ديري الحشوه اللي حبيتيها، اللي يحب ياكلو محشي يدير واش يحب. فوالا. هنا والملح بالك وتنساو، باسكو انا خطره درتو بلا ملح يجي صامت. المقروط هدايا كامل يحب الملح، يعني ديري شوي، ماشي ديري بزاف يعني كما نقولوا نص مغرفه تاع قهوه. هنا كنت ذوبت فنجان تاع سمن باش نمسح به الوجه. تقدري ديري في الداخل 2 مغارف سمن. انا كنت ندير من الفوق باش نمسح السطح تاعو يولي املس.
جبت هذه نقسموا بها الباتيسري، يعني تقدري تجي ديري هذيك تقدري ديري بالظهر تاع الملعقه، ولا انا كانت عندي هذه حسيتها احسن، يعني سويت السطح مليح. فوالا، ودرت فرغت السمن من الفوق. انا ما استعملتش الفنجان كامل، درت نص فنجان. وقعدت نسوي في السطح تاعها حتى تكملي كامل. الطياب تاعو يكون الفرن مسخن، يعني سخنيه كي انا كي بديت نفرغ في الخليط سخنته وشعلت الفونتيلاتور وشعلت له من الفوق تاني، ومن بعد كي دخلته طفيت من الفوق وخليته يطيب في درجه الحراره هذيك. ومره على مره قلبي سنيوه باش ما يجي جهه محروقه وجهه طايبه. هنا كنت جبت يعني ديري المكسرات اللي حبيتيها. انا كنت ندير الجوز واللوز كان يتحرقوا بزاف من الفوق واليسمع ما حبيتش نديرهم، قلت ندير الكاوكاو. ومن بعد كي تحبي تنحيه وديري المكسرات اللي حبي حمصيهم شويه وديريهم من الفوق. هنا كنت مورته كيما راكم تشوفوا، درت الحبات صغار باسكو رمضان ما كاش لي ياكل، يعني ماشي كيما في الفطار يحبوا حبه كبيره، ولا في رمضان يعني واحد غير كيما نقولوا منين داك ديري الحاجه وما تاكليهاش كامل، كما نقول واحد يتشهى برك يقولك ندير هذيك الحاجه. فوالا كنت رشقتهم كامل من الفوق، ومن بعد ديتها للفرن حطيتها طيب. ومره على مره كنت تقلب فيها كما قلت. وهنا نذكركم خياتي ما تنساوش تشتركوا في القناه يعني، وتحطوا لي تعليق، قناه راهي جديده، وان شاء الله نديروا اشياء تعجبكم وتعجبكم القناه. اكيد راح تطلع القناه بالتشجيع تاعكم وبالدعم. على هذه نطلب منكم كامل اللي دخلت تشوف الفيديو، يعني هي ما راح تخسر والو كي تحط الجام هذاك ولا تعليق ولا. وان شاء الله تفرحوني وربي يفرحكم في هذا رمضان ان شاء الله، كيما تفرحوني بالتعليق وبجام ربي يفرحكم. كل واحد عنده دعوه ان شاء الله ربي يستجيب ليها في هذا الشهر المبارك. مع الامتحانات تاع ولادنا تاني ان شاء الله ربي ينجحهم ويقدرهم. هنا كي خرجت كانت الغسيله بردت وهو كان سخون. اسمعوا الصوت هدايا، يعني يدير الصوت عارفي باللي القلبوز تاعك هنا يكون ناجح. فرغت هذيك الكميه تاع العسل اللي كانت عندي، العسيله يعني تقدري تنقصي شويه سكر باش ما يجيش حلو بزاف، كاش 50 غرام ولا. فوالا كنت فرغت هو يشرب، كل ما يشرب القلب اللوز عارفي بلي القلب اللوز تاعك ناجح. هو في الاول كي ديري له تحسي كي تمسي ديك الطبقه تلقايها يابسه، مي نورمال هذيك. كي تخليه ويبرد في حاله وتعاودي تمسيه تلقاي شرب كامل هذيك الشربات اللي درناها له من الفوق. وهنا انا كنت درت له هكذايا وحطيت وقلت نزرب نحط لكم الفيديو، يعني كنت قسمت حبيبات فقط ما كملتش كامل، يعني ما درتوش ما شبحتوش بيان هكذا، حطيت وريت لكم فقط في الليل كنت قسمته. المهم هو الوصفه ما يهمش يعني اشياء اخرى. فوالا هنا كنت نميل في السنيوه باش يدخل كامل فيها. هنا في الليل قلت لكم مور الفطور شوفوا كيفاش يجي معسل ومشرب. جربوا الوصفه وان شاء الله تعجبكم وتعجب العائله تاعكم وتدوه معكم في سهراتكم الرمضانيه.
هو القلب اللوز لازم يجي هكذا يحمر، يحب هذه لا كولور شغل دوغي شويه رايحه كيما نقولوا حنا شويه رايحه للمحروقه، ماشي محروقه محروقه يعني. وهنا نكونوا يعني وصلنا لنهايه الفيديو تاعنا، نبقيكم على خير، ونلتقي في فيديو آخر بإذن الله تعالى. صحة فطوركم وصحة سحوركم مرة أخرى، وإن شاء الله ينجحوا ولادنا في الامتحانات اللي راهم يجوزوا في الامتحانات، وربي يقدرهم كامل ويذكرهم عند النسيان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ودائما نلتقي حتى نرتقي، ودمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.